ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بعتذر على صوتي ده، بس بقى معلش ادعوا لي ان ربنا يشفيني. يلا النهارده بقى نعمل فراخ مع شويه ملوخيه ورز، اكله بسيطه بس الفرق كله في الفرخه. ان الناس كتير قوي بعتلي ان هم عايزين يعني ايه يعملوا الفرخه، يتبلوا الفرخه بطريقه حلوه بحيث ان هي لما يجوا يسلقوها ويحمروها مثلا يبقى من جواها متبله وطعمها حلو. فانا قلت لها ان شاء الله هطلع اعمل لك فيديو، بس لاول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. هنا هي انا جايبه فرخه كيلو، هي دي الفرخه ما بين كيلو كيلو وربع او كيلو ونص. تمام، انت عايزه تجيبي اكتر مفيش مشكله خالص. انا غسلاها ونقعها بمحلول الملح والليمون. هنا بشره بصلايه وحبه ملح وفلفل اسمر وحبه سماق. طبعا انا بدعكم بايدي كده. تمام، هي تتبيله بسيطه بس بتفرق بصراحه في الطعم. بصوا بقى، هنا عندك بصلايه حمراء بيضه مفيش مشكله. انا هنا اهو بحط التتبيله. هنا انا فاتحه القلب بتاعها. على فكره السماق بيعمل للفراخ طعم حلو قوي. احنا كده كده اصلا يعني هنسلقها، واقول لك برضو احنا يعني اللي متابعني من زمان عارف ان انا بعمل الفراخ بتاعتي بطريقه معينه، او ناس كتير قوي بيعملوها، بس في ناس بحس ان هما مستصعبينها بصراحه، فاكرين ان هي يعني ايه تركايه ملهاش لازمه، بس بصراحه بتفرق قوي في الطعم، بتفرق في النظافه. وتاكلي مثلا فرخه عمرك ما تحسي بريحه زفاره ابدا لو مشيتي على نفس الطريقه اللي انا بقولك عليها. عمرك ما هتتعبي ابدا ولا هتقرفي من الفراخ خالص. انا هنا تبلتها اهي، هنحضر بقى ايه الحلقه اللي هنعمل فيها. بصوا هنا بقى انا حطيت سمنه. انا برضو يا جماعه لازم اشوحها، انا بحب اشوحها قوي. انزل بقى بالفرخه. بص انا قلبتها على وش السمنه اهو، بعد قوطه وفي بصل. نجيب بقى الميه. ده طبعا البصل اللي كان موجود في التتبيله بتاعه الفراخ اتحمرت طبعا واحنا بنشوح الفرخه. ما تقرفيش منه، لو انتي قرفانه منه شيليه بمصفى او حاجه، بس انا حابه كده بيدي طعم لله بتاع. هو اصلا دلوقتي هيصفى ينزل تحت، هنسيبها بقى طبعا لما تستوي. بص الفرخه اهي طلعت من الشوربه دي، على فكره لما احنا شوحناها بالسمنه الاول. هنا انا حاطه حته سمنه اهي. ادهني بقى ايه وشها، ادهني بقى كل حته فيها كده بحته السمنه عشان نحطها ايه في الفرن. ويا سلام بقى لو سمنه بلدي بتدي تيست عالي جدا. طبعا على كل وش انا هحط لها سمنه، يعني الوش ده انا هحطه الاول تحت الشوايه ماشي، تاخد لها وش. انا احط هنا رشه كاتشب وبعد كده احطها في الفرن على وشها وادهن من كل حته. بصوا بقى الفرخه طلعت عامله ازاي. طبعا طبق الملوخيه المتين، حبه الرز الابيض، شويه السلطه. بصوا حبوا معايا التفاصيل، ولو انا قدرت افيدكم ما تبخلوش عليا بالمتابعه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.